إخوان، أولا مبروك الفوز للمنتخب المغربي اللي كان اليوم فوز كاسح أمام المنتخب الأمريكي، اللي بكل صراحة كان قبل ما نواجه هذا المنتخب كان منتخب قوي، ولكن بعزيمة الرجال، بتضافر الجهود، بتكتيك المدرب، حضور الجمهور 40 ألف من الجماهير، استطعنا الفوز وبرباعية. يعني أداء ونتيجة. منتخب مغربي في هذا الماتش كما شفنا التشكيله باش لعب بها هي التشكيله اللي كانت لعبات وتألقات امام العراق، اللي ردات الروح من بعد ما فقدناها شويه في الماتش ديال اوكرانيا. يعني الله جزاهم مره اخرى ببلوغ نصف النهائي للمره الاولى. بالتالي فغادي نواجهوا سواء اليابان او اسبانيا، وان شاء الله نتمنوا نديروا نفس الاداء او اكثر باش اننا نبلغوا النهائي لاول مره، ولما لا ان شاء الله نتوق الى الذهاب، لما لا. المهم، مباراة كما شفتوا فكانت مزيانة. اللاعبين كلهم داروا اللي عليهم، انطلاقا من القجوي، الواحدي، العزوزي، المهم كلشي حتى النصف ديال التيران عاوتاني كاين. اللاعب ترغالين، كاين خنوس، كاين عاوتاني كاين عندك مهم حكيمي، شرفيان رحيمي، زلزولي، اخو ماشي، يعني كل واحد وبلاصتو. يعني اليوم ظهروا بمستواهم العالي، داكشي اللي كنا كنتسناو فيهم بينوا علينا وحطوا لينا الكره في التيران امام المنتخب الامريكي. عذبوا ميريكان من الديبار، يعني مارسوا واحد الضغط العالي. يعني التكتيك ديال المدرب في هذه المباراه كان حاسم. يعني كما كتشوفوا في الديبار ديال المباراه، ملي بدات المباراه والمنتخب المغربي كان ديما تيضغط، والمنتخب الامريكي كان كيفشل في اخراج الكره بطريقه سلسه. يعني وصلنا الهدف الاول عن طريق رحيمي، اللي بكل صراحه لاعب اللي تعول عليه تسعود لي، يقلب ليك على فوت، تقلب عليك على بيلانتي، كيعرف يماركي بيلانتيات واخا ديما كيلوحهم في نفس البلاصه. ابري كاينين اللاعبين عاوتاني كيديروا البناء بطريقه جيده. يعني الكره عندنا ديما كنكونوا كنبنيو من الكجوي للدفاع، كتوصل لوسط الميدان. يعني عندنا بزاف ديال الاسلحه، ماشي غير وسط الميدان اللي قاصح، يعني حتى الاروقه سواء حكيمي او الوحدي او ايضا زلزولي، وايضا اللاعب اخو ماش. يعني التالي سبري باش كيلعبوا اللعابه راه شي حاجه خطيره. يعني كتشوف كره والدراري لاعبين ما عياوش، يعني كيديروا واحد الضغط عالي جدا. وحتى الطريقه باش كيديروا التمريرات، البوسيشن ديال لابال كانت بواحد الطريقه اللي هي مزيانه، ما كتخليش المنتخب الامريكي انه يلعب داك اللعب ديالو. وداكشي اللي خلانا اننا ندومينيو الماتش، والحمد لله داك النقطه اللي كنا كنسعاو ليها وصلنا ليها، لان ماركينا الهدف الثاني والهدف الثالث، ومن بعد جا الهدف الرابع عن طريق موهوب. حتى التغييرات اليوم مزيانين، عندنا ما نقولوا بالنسبه للمدرب، عطل شويه وخلى اللعب، حيت كان اللعب مزيان، الدراري كانوا متفاهمين منسجمين، باش ما يديرش واحد الخلل في ديك التشكيله. خلاهم حتى الاخر، عاد دخل لاعبين اخرين باش انه يريح اللعابه اللي داروا ايفور كبير، وباش انه ايضا يتفادى الورقه الصفراء الثانيه لبزاف ديال اللعابه اللي ممكن اننا نفقدوهم في المباراه ديال النصف. وكان واحد المستوى عالي جدا من القائد حكيمي، اللي بكل صراحة يستحق القائد. تلقاه في الدفاع، تلقاه كيدخل في الوسط، تلقاه كيماركي، تلقاه شخصية بكل صراحة. كل مرة كيبين لنا تطور ديال الشخصية، واخا كانت تعرض لبزاف ديال الانتقادات خصوصا من مورا الكان، وايضا قبل فاش كان بريباراسيون لهاد لي جوز اولمبيك فضيع جوج بيلانتيات. يعني لاعب بكل صراحه يحترم كثيرا اللاعبين الصغار اللي لعب معاهم. شفناها اللقطه ديالو مع موهوب فاش عطاه الكره باش انه يلعب ديك بينالتي، يعني باش ما يتيريهاش هو وخلاها لذاك اللاعب موهوب. فبكل صراحه هذا من بين الشيم اللي كانوا في حكيمي اللي كيستافد منها المنتخب الوطني. اخو ماش، ايضا السلسله اللي فقدناها في المباراه ديال اوكرانيا وشفنا اننا عانينا بزاف. التفاهم ديالو الكبير مع الخنوس وحكيمي، يعني لاعبين الى بغيتي تهضر عليهم كاملين فبكل صراحه خاصك واحد الفيديو تكون فيه اكثر من ساعه ساعتين. فكلهم ظهروا بواحد الاداء جيد، وبينوا لنا الضعف ديال المنتخب الامريكي. ماشي المنتخب المغربي لعب امام منتخب ضعيف، ولكن طريقه باش لعب، طريقه باش دومينا الكره، بين لينا الضعف ديال المنتخب الامريكي والاحترافيه ديال اللاعبين ديالنا.
فبكل صراحه كنت كنتمنى في هذا الماتش واحد اللاعب انه يدخل ويماركي اللي هو من الصغر، باش انه ايضا يرجع الفورمه ديالو، حيت مشات له الفورمه في هذا لي جوز اولمبيك. الماتش الاول كان مزيان، ولكن كيخصو ايضا حتى هو بيت. واخا عطى اسيست، ماشي اسيست، واخا بان فاش دخل، ولكن بغيتو يمارك باش انه يستعد للمباراة ديال النصف ان شاء الله، باش انه ايضا يدير بلاصتو وسط هاد التشكيله الاساسيه ديال المنتخب الوطني. هاد السيد بلا ما نهضروا عليه، لاعب كيتقاتل بدا من الصفر وكيتقاتل، وديما كيجيبها بدراعو. جاب بيلانتي ماركاها، وخا هكاك 80 دقيقه لعبها نيت على حقها وطريقه كما كنقولوا. حكيمي هو داك المهاجم اللي كتقلب عليه كيلعب كره ولا بلا كره، فوا ما كتكونش عنده كره كيبين لك باللي انه خاصو يدبر عليها. وحتى البوزيسيونمون ديالو فاش كيشد صحابو كره، سواء حكيمي ولا الزلزولي ولا اخو مسح، ديما كيعطيهم الحل. وهذا هو من طينه المهاجمين اللي تنقلبوا عليهم، مازال عنده فين يعطي وفين يتطور مزيان، ونتمنوا ليه الخير ان شاء الله ينتقل لاوروبا. ما نساوش ايضا المدرب، فهادشي كامل راجع التدريب ولي بريباراسيون اللي تداروا قبل هذا الماتش. فشفنا ان المدرب تعرض لبزاف ديال الانتقادات، خصوصا في المباراه ديال اوكرانيا. من بعد صحح هذوك لي فوت اللي دار في الاول، خصوصا في الشق الدفاعي. اليوم شفنا انه تعاون وتماسك ما بين الخطوط ديال الدفاع والوسط والهجوم، ما خلوناش نشوفوا واحد لي فوت اللي يكونوا في الديفونس. واخا كانوا واحد جوج ديال المحاولات من المنتخب الامريكي، ولكن ضروري ما يمكنش 90 دقيقه ما يكونش فيها واحد الضغط ديال الفريق المنافس. بالتالي فالمدرب تحسن على الاقل، كيبين لنا كره ما كيرجعش للور. واخا ماركا البيت الاول دفع بالدراري كيديروا الضغط في المنطقه ديال الهجوم ديال المنتخب الامريكي. يعني ديما كنلعبوا في التيران ديال نص التيران ديال المنتخب الامريكي، وهذا هو من بين الحوايج اللي عطاونا واحد لافونتاج باش اننا نربحوا هذا الماتش. الزلزولي ايضا ما نساوش انه الثقه اللي رجع من بعد ما مارك هذاك البيت امام العراق، فرجع واحد الثقه كبيره، ولا لاعب اللي هو حساس. المركز ديالو بكل صراحه كان فيه ديما الخطر، وشفنا انه التحركات ديالو كتربك الجهه اللي كان لاعب فيها المدافع الامريكي. بالتالي فبحال هكا كنبغيو ديما اللاعبين اللي دخل يعطي باش انه نوصلوا لذاك المبتغى ديالنا. فمبروك المنتخب الوطني، نتمنى ان شاء الله تكون بريباراسيون باش نشوفوا نصف نهائي رائع جدا، اما ضد فرنسا ضد اسبانيا او اليابان. فاللي جا بسم الله خلاه امرات، ونتمنوا الخير ان شاء الله. مبروك مره اخرى لجميع المغاربه.